السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دعاء فتحي لفرش منزل الزوجية بلمسة عصرية. والنهاردة معاكم شقة عروسة جديدة. شقة عروستنا النهاردة من مدينة سمنود تابعة لمحافظة الغربية. هنا كده زي ما انتم شايفين شقة عروستنا ليها بابين، والمختلف هنا ان فيهم باب بيدخل على غرفة النوم، والباب التاني طبعا بتاع البيت عموما. عملت لها الطوق القمر الشيك قوي ده. وكالعادة أول ما بندخل من باب شقتها بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك للعروسين يا رب. ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في بيتهم. دعواتكم ليهم من كل قلبكم وقولوا اللهم امين. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شقة عروستنا النهاردة خلافا عن جمال الشقة نفسه، جمال ناسها. ما شاء الله اللهم بارك، مش اول مرة اتعامل مع الناس دي في الفرح دايما يا رب. كنت فرشة الأخت العروسة دي تقريبا من 4 سنين، ومامتها فاكرة عني الحمد لله كل خير. وهي إنسانة ذوق وجدعة جدا. ربنا يا رب يعينها على تربيتهم وعلى جهازهم وعلى كل حاجة نفسها فيها ونفسها تشوفها فيهم بإذن الله، ويفرحها بذريتهم اللهم آمين. عايزة أقول لكم مامة العرايس دي تعبت عليهم جدا، وحقيقي بتحاول قدر الإمكان تجيب لهم كل حاجة الحلو كله. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في عمرها يا رب وفي صحتها، وتفرح بيهم وهم في سعد وهنا يا رب اللهم امين. زي ما انتم شايفين دخلت كده ريسبشن موجود فيه السفرة وموجود فيه قطعتين نيش، وهنا كده ده باب المطبخ. نتفرج مع بعض على جزء جزء ونشرح كل تفاصيله. بسم الله ما شاء الله، اول قطعة نيش حاولت ان انا انسق لها الالوان في كل رف مقارنة كمان بالنيش التاني اللي قصاده، بحيث ان القطعتين يبقى مريحين للعين. هنا حطيت لها كده زي ما انتم شايفين القارورة دي كريستال فيها شغل كده باللون البينك الهادي، وكان في كاسات كده برضو كريستال دخلتهم معاهم بحيث ان انا ما اعملش الوان في كل نيش، لا هو بقى الرف شكل بعض. وهنا برضو القارورة دي معاها كاسات فيها اسود، ودخلت معاها كوبايات شاي ومية برضو فيهم اسود من نفس الشكل. وده طبعا من تنسيق مامة العروسة القمر. هنا كده الطقم الاركوبال زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ما بين قطعتين النيش في العادي بيجي بوفيه او كده. لو في حد طبعا حابب ان هو يجيب البوفيه، بس هي بسم الله ما شاء الله عاملين مساحة المطبخ كبير، وفي نيش تاني فاخد كل الحاجات اللي ممكن كمان تتحط في البوفيه. نشوف مع بعض القطعة التانية وجمالها. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. من فوق كده حطيت طقم الشربات ده، واخترت كاسات. انا بحاول بس اظبط الاضاءة بحيث الرسمة تكون باينة. فالسنبلة اللي فيه لقيت برضو طقم كاسات فيه سنبلة كده تليق عليها حطيته معاه. وهنا بقى عملت ماتشنج كده ما بين طقمين الكاسات دول. بروزت كده بالاسود هنا في نص الرف، لان قصاده في الرف النيش التاني اسود، فعشان تكون العين اللي واقفه بعيده تكون مرتاحه. وهنا طقم الاركوبيركس الشيك القمر ده. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بكل حاجتها اللهم امين. وعايزه اقول لكم احنا حطينا كمان في ادراج النيش كوبايات كانت فايضه بعد لما خلصنا استخدامها في المطبخ، والفضيه كمان طبعا دولاب الفضيات هنشوفه دلوقتي في غرفه الاستقبال. بسم الله ما شاء الله. هنا المطبخ هتحسوا انه تصميمه مختلف شويه. ازاي السقف هو المطبخ نازل من تحت السقف كده بالشكل ده. طبعا التصميم نفسه بس ده علشان يعملوا فتحات تهوية للمطبخ الشبابيك، فمعمول الجدار المعلق اللي فوق ده، ومن تحت منه مامة العروسة حبت تعمل المطبخ كده. اخدت مقاسات المطبخ ده على شقة العروسة الأصلية، لأن الشقة دي مش شقتهم حاليا إيجار، لحين ما هم بيخلصوا العريس والعروسة براحتهم تشطيب شقتهم بذوقهم براحتهم. وبعدين ينقلوا ان شاء الله فيها. فهم اخدوا مقاسات المطبخ ده ان شاء الله على خير يا رب يسكنوا بسعد وهنا، بحيث ان شاء الله لما ينقلوا المطبخ ده مقاساته نفس مطبخها الجديدة. فهم عشان يبقى مرة واحدة واتعمل ويبقى عندها كم الوحدات اللي هي محتاجاه عملوه بقى. دي الشبابيك اللي انا بشرحها لكم. طبعا المسافة هنا مفيش اصلا كاونتر مسافة كبيرة، مسافة بس صغيرة نحط فيها صواني او حاجة، ومن فوق هنا الشبابيك وفتحة الشفاط. ندخل بقى مع المطبخ الغريب العجيب القمر ده ونشوف بقى تفاصيله من جوه. هنا كده ده دولاب نيش. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. زي ما قلت لكم مامة العروسه هنا والله كفت ووفت، وجايبه لها وجايبه لاختها احسن الحاجات. ربنا يا رب يبارك لها فيهم ويعينها عليهم. ست جدعه واصيله، وبجد من الناس المحترمه اللي قليل قوي هتقابلوهم في حياتكم. وكفايه استقبالها وضيافتها، ربنا يا رب يبارك لها في عمرها ونسمع عنها دايما كل خير. طبعا نيش المطبخ كالعاده بيكون استخدام، فبنحاول نكون رصه بسيطه وهاديه، وفي نفس الوقت تكون الحاجة اللي فيها عملية
ان هي ما تتبهدلش في الاستخدام، تكون حاجة ينفع ان هي تستخدم في الغسيل والتقديم وكده، تكون كاسات مش طويلة قوي بحيث البنات اللي بتتلبخ وبتتكعبل ما توقعهمش. فبيبقى ليها مقاييس معينة كده نبقى نتكلم عنها في فيديوهات تانية باستفاضة اكتر. هنا كده التلاجة، جنب التلاجة زي ما انتم شايفين الوحدتين اللي فوق واللي تحت دول، هنمشي مع بعض واحدة واحدة ونشوف رصينا المطبخ من جوه ازاي. هنا حطيت لها الطقم الحجري ده، هو بيتقال عليه هو زي التيتانيوم كده بس هو بيتقال عليه طقم حجري. والرف اللي تحته حطيت فيه الطقم اللي هو بيبقى سيراميك من بره وجرانيت من جوه بس هو بيكون منقوش بالشكل ده. وحطيت معاه طقم الكنك. طبعا الفريق بتاعي ربنا يا رب يجزيهم كل خير، معايا ايديهم بايدي وحقيقي ما يتخيروش عني ويمكن افضل واحسن مني كمان. هنا زي ما انتم شايفين الاجهزه الكهربائيه، الاساسيات من تحت والحاجات اللي مش اساسيه او مرفوعه من فوق. ما عايزه اقول لكم ان اللي من فوق دي احنا رصينا واحنا واقفين على الارض عادي لانه واضح ارتفاع المطبخ. اول درج هنا حطينا فيه التوابل، تاني درج وعشان الدرج عميق ومفيش فيه منظمات عملنا فيه منظمات التلاجة بالشكل ده وقسمناه، فالجيش قال لنا نتصرف. بحاول بقدر الامكان وانا بشرح كل حاجة يعلم الله ان بتكون نيتي خير ان انا اديكوا اي فكرة جديدة بحيث ان انتوا تعرفوا تسيستموا اموركم لو انت عروسة وبتفرشي لنفسك. هنا زي ما انتم شايفين عملنا الوحدة دي لصواني، ومن فوق هنا كان طقم كده تشوفوا ان هو تقولوا طقم عشا بس عايزه اقول لكم ان ده طقم الميلامين بس حلو قوي ما شاء الله، والتناسق الاتنين مع بعض حلو قوي. هنا بقى كان فيه حاجات استانلس كده زي اطباق وحاجات استانلس مع بعض. اما هنا الطاسات والجريلات، ومن تحت هنا صواني التقديم مع بعض. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الزاوية دي عملناها لعلب التلاجة وبرضو فيها علب للبقوليات والحاجات اللي زي كده، وكل الكبات الحاجات اللي هي اليدوية. ومن فوق برضو حطينا برطمانات خزين بتكون محطوطة في قلب بعض بس هي ما تجيب الخزين هتفتحهم. اما هنا بقى حطيت لها طقم تيتانيوم ده وطقم تيفال ايا كان بقى بتقولوا ايه. وتحت هنا حطيت الطقم الاستانلس. عايزه اقول لكم ان الطقم ده عجبني جدا جدا بجد، مشتملاته ومحتوياته وخامة الحلة جميل جدا جدا. وكنت سألت مامة العروسة على نوعه وجابته بكام بس اقسم بالله ان انا نسيت لان كنت بصراحة عايزة اجيبه لبنت اختي عشان كده سألتها. هنا بقى موجود حاجة الرحلات في الوحدة دي زي ما انتم شايفين في الرف ده الترامس بجميع انواعهم بالحافظة الطعام والكولمن وهكذا، وفوق برضو غليات ولبانة وفوالة يعني حاجات كده لايقة على بعض رفعناهم لفوق. الزاوية دي دخل فيها العجان والمفرمة وكانت هي جايبة كاتل كده زيادة اللهم بارك يا رب. اما تحت هنا عملنا لها الزاوية دي ما شاء الله عميقة للبلاستيك فخلينا هنا في الاول الدوائر بتاعة العصير والحاجات اللي استانلس اللي هي الرفايع دي خليناهم مع بعض في رف زي ما واضح قدامكم. هنا بقى عايزه اقول لكم ان الوحده دي تحت الحوض فبرضو ناحيه تحت الحوض كده استغلوها في الانبوبه، اما اللي تحت الحوض نفسها استغليناها في ادوات التنظيف اللي هي المنظفات عموما. اما هنا بقى دي مجات النسكافيه والحاجات اللي زي كده، ومن فوق بايركس. مش عارفه انا جيت للاخر في المطبخ وبقيت بسرعه قوي لا كده. هنا بقى الصفايه بتاع الاطباق حاطينها فيها طقم العشاء والكوبايات بتاعه الاستخدام، وهنا برضو كوبايات شاي وميه وعصير للاستخدام. ومن فوق كده مجات واطقم بستاندات بس احنا محبناش نحط كل ده على رخامه علشان ما يبقاش سطح العمل صعب ومكدس، يعني عشان المطبخ الى حد كبير يكون رايق. وهنا المطبخ خلص، ندخل بقى مع بعض ونكمل باقي شقة عروستنا. ده باب غرفة النوم اللي جنب باب الشقة على طول، بس احنا هنشوف اول مع بعض غرفة الاستقبال نفسها. موجود فيها الانتريه بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هنا الانتريه بالشكل ده لان طبعا السفرة زي ما شفتوا هي اللي موجودة في الصالة بره، وجايبين دولاب فضيات عشان ياخد باقي حاجة العروسة اللهم بارك يا رب. وهنا موجود مكتبة الشاشة والشاشة. طبعا زي ما قلت لكم ان الشقه هنا ايجار ومش كل الديكورات اللي ممكن تكون فيها ان هم العريس والعروسه اللي عاملينها لان هم زي ما قلت لكم هم لسه هينقلوا في بيتهم لسه بيوضبوه. ادعوا لهم كده دعوه حلوه من قلبكم ان ربنا ييسر لهم الامر. طبعا الله يكون في عون الشباب على التجهيزات في الفتره دي في غلاء الاسعار، فعلشان كده دايما بنحس الناس وبنقول لهم يا جماعه اقتصدوا ونجيب الاساسيات والضروريات والحاجات الرفاهيات والشكليات نحاول نخفف منها، وده كله هيتعمل على مدار الزمن بحيث ان برضو الواحد ما يكونش مضغوط نفسيا. هنا بقى موجود الفضية حطيت فيها الطقم الشاي والجاتوه بالشكل ده، وحطيت هنا طقم الخشاف ومعاه طقم كيسات يليق عليه. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الفضية كبيرة بس مش عميقة قوي فعلشان كده كنت مقربة الحاجة لقدام شوية. هنا الطقم القارورة ده وحطيت برضو كاسات بوهيمي تليق عليه، وفوق هنا قارورة تانية بس لونها سيلفر وحطيت كاسات سيلفر معاه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الفضية كل محتوياتها جميلة جدا بس للأسف
معرفتش افتحها علشان المكان. ندخل بقى في الغرفة اللي بعد كده اللي هي قصاد الغرفة بتاعة الاستقبال على طول، غرفة الأطفال. ربنا إن شاء الله يرزقهم فيها بالذرية الصالحة اللهم آمين. هنا شكل سريرين وحاطين ما بينهم كده تسريحة، وموجود هنا الدولاب. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. هحاول إن أنا أجيب لكم الغرفة من جميع الزوايا بحيث إن انتوا تتخيلوا كل حاجة معانا. اللهم بارك يا رب. واتمنى لو وصلتي معايا من الفيديو لحد هنا تكوني ضغطتي على زر اللايك. كدعم ليا، اللايك مش بفلوس يا جماعه، بس بيشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر، وبيشجعني ان انا يوصل شغل لغيركم. فاللايك مش بيكسبني فلوس والله، ومش هيخسركم حاجه. اللايك بس بيرفع الفيديو بحيث ان غيركم يشوفوا، ويمكن عروسه تستفيد، يبقى باب رزق ليا، وفي نفس الوقت العروسه تطلع حتى لو بمعلومه، لو عروسه بتستفيد مني. هنا بقى الدولاب، ونشوف مع بعض قسمناه ازاي. ما شاء الله اللهم بارك. زي ما قلت لكم مامتها حقيقي كانت بتختار لها انضف واحسن حاجه زي اختها بالظبط. فوق هنا حطينا لها كوفرتيات، وهنا كده الدفايات، ومن تحت المفارش القطيفه، وللحفا الفايبر، وباقي الدفايات. اللهم بارك يا رب. زي ما انتم شايفين اختيارهم في الالوان في الاذواق ناس راقيه وذوق جدا جدا. اما الوحده التانية من الدولاب بسم الله ما شاء الله خليناها للفوط والملايات وباقي الكوفرتيات. اللهم بارك يا رب. والبطاطين فوق كده حطيت الملايات، وبعد كده كام رف فوط. وطبعا زي ما انتم عارفين بحب تدريج الالوان بحيث ان يكون مريح للعين. بحقيقي تقولوا شغل مسطرة. الله اكبر يا رب. هنا الشكل الفوط وهنسقطها لها ازاي، والى حد ما الفوط دي بيكون زينة وبكل الضيوف، اما استخدامها بكون حطاها في دولابها الشخصي. هنا موجود كده دفاية بطانية ومعاها دفايات اطفال، وهنا كده دي بطانية، واللي فوقهم دول بطاطين اطفال، واللي فوق هنا دول كلهم كوفرتيات. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بكل حاجتها اللهم امين. هنا الديب فريزر ما اتفتحش علشان زي ما قلت لكم ان الشقه ايجار، وان لسه ان شاء الله هينقلوا في بيتهم، فهم قالوا مش هيستخدموه في الفتره دي لحين ما ان شاء الله ربنا يكرمهم وينقلوا في بيتهم ان شاء الله، ويستخدموا كل حاجتهم في سعاده وهنا يا رب اللهم امين. وبكده تكون الغرفة دي خلصت. ندخل مع بعض على آخر حاجة في شقة عروستنا النهاردة، وهي غرفة النوم. وأتمنى ان انتوا تكتبوا دعوة حلوة للعروسة من كل قلبكم في خلال الفيديو، وبالمرة اكتبوا له رأيكم في فرش في شقة عروستنا النهاردة. مش هتخسروا حاجة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. هنا غرفة النوم، والغرفة كانت كلها فيها إضاءة، السرير فيه إضاءة كده 2 أبليك، والدولاب نظام دراسنج روم، ففي إضاءة كمان من جوه. هو مش دراسنج روم بس، اللي هو الدولاب النظام الدراسنج. اما هنا كده التسريحه حطينا عليها جزء بسيط من البرفانات بحيث ان احنا ما نكدس الدنيا. اما هنا بقى بما اني ظهرت معاكم في المرايه فكالعاده اعملوا له باي باي وحطوا لايك للفيديو لو كنتم ما حطيتوش لايك. هنا موجود شاشه مقابل للسرير، وهنا ده منديل كتب الكتاب. بحب جدا ان انا اظهر منديل كتب الكتاب وابينه، لان ما عادش بيستخدم بقى غير هو يوم كتب الكتاب وان يتحط على المفرش كده، الا اذا حد عمله كوشن بقى وحشاه فروه او كده ان هو يحطه في ريسبشن او حاجه. هنا شكل السرير كده ما شاء الله شيك جدا، يعني النظام بتاعه مودرن وحلو قوي اللهم بارك. وهنا ده شكل الدولاب، دولاب فيه اضاءه كده داخليه. فوق هنا حطيت لها كده كوفرتا ومفرش قطيفه، فكانوا لايقين على بعض كلون وكرسمه. وهنا فوط الاستخدام. اما يا جماعه الرفين دول للعريس عشان تعرفوا ان احنا حافظين حقه. عايزه اقول لكم ان مامة العروسه اللي كانت محافظه على حقه. وتحت هنا الكوفرتا دي كمان للسرير الكبير. فحاجات استخدام الغرفه دي بحاول قدر الامكان ان هي تكون معاها يعني. وهنا الملايات بتاعتها بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. والشماعه دي على فكره للعريس. اما فوق هنا حطينا لها شنط الخروج مع لبس الخروج طبعا معلق. وهنا حطينا لها بقى اللبس البيتي زي ما انتم شايفين. حطينا قشرة وي في الارفف بالشكل ده، ومن تحت خالص الصيفي. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بكل حاجتها اللهم امين، وتدوبهم في عرق العافية والهنا والسعد يا رب، ويرزقهم الذرية الصالحة هم وكل اللي بيسمعنا اللهم امين يا رب. وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو في باب للغرفة دي جنب التسريحة، ده الباب ده بيكون من بره، بس نسيت ان انا اوريه. كده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم. اوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. انتظروني فيديو جديد. مع السلامة.